أنا سؤال يقول: ما حال عبد الله بن مرعي؟ عبد الله بن مرعي العدني، طبعا بعض الأخوة ربما يحسب أنه نشأ في قارة غير القارة التي نحن نعيش فيها. لا، بالعكس، نحن ربطتنا به علاقة دعوة ودعوة السلفية والسير على طريق المشايخ الكبار، وكان له اتصال في هذا الجانب. ثم بعد ذلك بدأ يتغير وينحرف. أنا أتكلم قبل الحرب هذه، تغير وينحرف شيئا فشيئا، وأدرك العقلاء من السلفيين وأدرك مشايخنا ما عليه عبد الله بن مرعي. ثم بعد ذلك جاء فأخلف الشيخ عبد الرحمن رحمه الله على مركز الفيوش بتعليمات وتعيين من محمد بن عبد الله الإمام. فالمناسبة الآن أخرج من الجوال أقرأ لكم تعيين محمد الإمام فقط، هذا حتى يدرك الأخوة أن هذا الرجل ما زال موظفا عند محمد الإمام، وإلا إذا نحن كذب فهذا الفرس وهذا الميدان. طبعا هذه ورقة أمامي بعنوان: توصية للقائمين على دار الحديث بالفيوش بختم محمد الإمام، وتاريخه أخوكم محمد بن عبد الله الإمام، دار الحديث من معبر 28 جماد الأولى 1437. يقول، اقتطع الجزء الذي الشاهد، قال: وقد التقيت ببعض إخواني المشايخ وتواصلت مع البعض الآخر في قيام الشيخ المفضال عبد الله بن عمر بن مرعي مقام أخيه الشيخ عبد الرحمن، فاتفقت كلمتنا على أن يكون مقام أخيه، ونعم الخلف هو. فتواصلت مع الشيخ عبد الله كما تواصل معه من الإخوة الكبار في دار الحديث بالفيوش من أجل المجيء لهذا الغرض النبيل، فوعد خيرا، فالله أسأل أن يسهل له سبيل المجيء، وأن يشرح صدره لذلك، وأن يقويه على القيام بهذه المسؤولية المباركة. أخوكم محمد، طبعا اختصر الكلام بعدين، أخوكم محمد بن عبد الله الإمام. لعل هذا يكفي بالجواب على كلام في من يسأل عن عبد الله بن مرعي العدني. طيب.